السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض الطبله اللي شفتوها. هقول لكم عملتها ازاي بكل التفاصيل علشان كمان تطلع صوتها حلو قوي زي ما انتوا سمعتوه في الفيديو. اول حاجه بقى هبدا ان انا اقص ستيكر كده. انا حاولت اقصه فيه الشخصيه، ده ستيكر للقاعده اللي فوق واللي تحت اهم، ستيكرين شبه بعض. هبدا بقى بالجلو، هبدا ان انا اقصه كده علشان بس الستيكر يثبت معايا. تمام. طبعا الجلو مش احسن حاجه، انتوا ممكن تستخدموا مسدس الشمع، هيكون افضل بكتير. تمام. وتحت بقى برضو هثبته كده علشان ألزقه كويس. بس اكتشفت في الاخر ان لا، مسدس الشمع افضل بكتير وبيثبت اكتر يعني. الجلو حلو قوي مع الكرتون. تمام. هبدأ بقى اقصه كده بالمقص علشان وانا بلفه كده دائرية مفيش حاجة تكلكع كده يعني. خلاص لزقته كله. دي من فوق، من تحت برضو هعمل نفس الطريقة. تمام. هجيب باقي الاستيكر بقى وهبدأ ان انا احاول كده. بصوا، انا بحاول الاماكن اللي فيها الشخصيات علشان تبقى لافف ده عليها كده الشخصية كاملة، ما يبقاش مقطوع منها حاجة. فهبدأ بقى ان انا اقص كده الجزء. انا حددت الطول. تمام. احسن حاجة في الاستيكر ده ان هو فيه خطوط زي ما انتوا شايفين كده، اقدر ان انا امشي عليها. وهبدأ اخد العرض بقى، هلف كده العلبة اللي عندي علشان اخد عرض العلبة اهو واقصها. تمام. تمام. انا عايزه اعمل بقى دراع للطبله دي علشان بنوتي تقدر ان هي تعلقها. بصراحه هي اللي طالباها مني جدا. كانت عايزه تشتريها وسعرها بره كان 30 جنيه او 35، فقلنا لا، احاول اعمل لها فكره لطيفه. والحمد لله اهو. بصوا، انا فتحت الغطا وانت تحت الغطا علشان تستحملهم. لو لزقتها بس كده ممكن تفك، لكن تحت الغطا هتبقى امتن اكتر. وبرده في الاستيكر الناحيه دي، بصوا انا قلت لكم الجلو ما بيثبتش قوي، فانا هفكه بسهوله خالص. وبعدين اهو هثبتها بمسدس الشمع كده وهقفل عليها. تمام. وبقى اي حاجات بقى، اي اطراف باقيه هعيد عليها بمسدس الشمع علشان تثبت اكتر. زي ما قلت لكم مسدس الشمع امتن، وكمان الجلو بياخد وقت على ما ينشف، لكن مسدس الشمع هينجز معايا بسرعه. هعيد بقى على كل الحاجات اللي انا حاساها مش مقفوله قوي. وهبدا بقى بالستيكر اثبت كده. انا عايزه الشخصيات تبان في الطبله، فهركز اكتر على الشخصيات. هبدأ بقى افك الاستيكر بالشكل ده. تمام. وزي ما قلت لكم هحاول الجزء اللي في المنتصف يكون فيه الشخصية واضحة وكاملة، لان ألذ حاجة طبعا هي الشخصيات الرمضانية. هلفها بقى كده واحاول اعمل فراغات كده واحدة واحدة. تمام. اهو الجزء اللي فيه الدراع هحاول برضو ابعده والزق فوقيه كده عشان اثبته اكتر اهو. واقص بقى الاستيكر كده واشيل الزوايد كلها من الجنبين.
وبكده الجزء الاول اللي هو الطبلة يكون جاهز معايا. طبلة حلوة قوي وكمان ليها دراع. هبدأ بقى العصيان. انا هجيب عصاية شيش طاووق وهبدأ كده بالمنوكير ان انا الونها اديها لون. لو عندك الوان ممكن تلونيها بالالوان او ممكن تخليها زي ما هي، بس انا حابة اديها لون كده مختلف. تمام. هحطها بقى على اي حاجة كده علشان تنشف وما تبهدلش الحتة. على ما تنشف بقى جبت فوم وبعدين هقطع شرايط طولية كده، هقطع شريطين يكون طولي بس رفيع حوالي نص سنتي. تمام. وكمان هجيب الشريط دون وهبدأ ان انا بمسدس الشمع كده واثبته داير ما يدور حوالين الطبلة بالشكل ده علشان يديها شكل جمالي اكتر ورمضاني اكتر. بعد ما قصيتها هثبتها تاني بمسدس الشمع علشان الشريط ده لو في حتة طالعة منه كده ممكن يكر كله. تمام. هعمل نفس الموضوع الناحية التانية. بكده الطبلة جهزت. هبدأ بقى العصيان. انا جبت خرزتين كده لولي حجمهم كبير مناسب لحجم العصيان، وهبدأ ان انا ادخلهم كده. بصوا الزوايد شلتها. هنا بقى الخرزة دي كانت ضيقة شوية فعصلجت كده معايا. تمام. اهو هبدأ بقى احاول بصوا ادخلها كده والفها علشان تدخل كويس يعني. اهو كده جهزوا العصايتين. هبدأ بقى اقص الجزء اللي تحت ده، انا مش عايزاه وكمان بيبقى مدبب عشان البنات ما تتجرحش او كده، فهقصهم خلاص. وبالشريط الطويل اللي انا عملته ده هثبته كده داير ما يدور حوالين العصاية كناحية تجميلية يعني يخلي شكلها حلو اكتر. اهو بصوا احلى من الجاهزة كمان. يعني الجاهزة كانت هتيجي طبلة بس من غير اي حاجة، لا انا عملت لها طبلة بعصيان كمان علشان افرح بناتي وانتوا كمان تقدروا تفرحوا اولادكم بمنتهى السهولة. حاجة شيك جدا وسهلة جدا جدا، وزي ما انتوا شايفين ما كلفتنيش، كل حاجة الحمد لله كانت متوفرة عندي. وهكرر نفس الموضوع في العصاية التانية. تمام. هلفها داير ما يدور. اكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، وما تنسوش لو عجبكم فيديو النهارده تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. وهسيبكم بقى تسمعوا صوت الطبلة بقى وانا بطبل عليه. بصوا ده كده من الجنب الاول، وده كده من الناحيه التانية اللي هي الحديد. من ناحيه حديد وناحيه بلاستيك، وفي ناحيه بتدي صوت وناحيه بتدي صوت اعلى. بس كده ده كان فيديو النهارده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.